اهلا بيكم في فيديو جديد من فواح. انا باسل، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقدم لكم تقييم لعطر من العطور الجميله، وهو دي ان جي بور اوم اودو تواليت. العطر ده من العطور اللي ناس كتير بتشوف ان هو كلاسيكي او ريحته قديمه، ولكن انا مختلف معاهم. هو عطر من العطور اللي بيغلب عليها طابع الوقار والرزانه. عطر انت تقدر تستخدمه في كل الاوقات، تقدر تستخدمه في الصيف، في الشتاء، الصبح او بالليل، في اي مناسبات، بل حتى الاوقات الخاصة بيك يعني في المنزل. انا بشوف ان هو جوكر بيكسب في كل الاوقات. هو ريحته ريحة حلوة، يعني انا بشوف ان هو عطر الياقات البيضاء، عطر نيوترال، عطر محايد، يخلي ريحتك جميلة. انت ريحتك جميلة، ريحتك حلوة. مش مفهوم بالنسبة لأغلب الناس، مش هيقدروا يصنفوا عطرك. في ناس أما بقابلهم من خلال العمل أو من خلال لقاءات البيزنس، بيجي سيرتهم أو بيجي مثلا اسمهم، على طول مخي بيترجم البرفيوم اللي هو بيحطه. أستاذ كذا، فعلى طول ده ريحته دايما توباكو لأن هو بيحب عطور التوباكو. استاذ محمد ده ريحته عود لان هو بيحب عطور العود وبيرش دايما العطور القويه او العطور شديده الفوحان، وهكذا. انت هنا هتستخدم عطر هيناسبك في الاوقات اللي بيتطلب ان انت تبقى ريحتك حلوه وبس. يعني انت ريحتك حلوه، انما مفيش اتجاه بعينه العطر رايح فيه، او يعني ممكن نقول الدي ان ايه بتاعه دي ان ايه لطيف، يديك احساس النظافه وفقط. بيغلب عليه ببساطه الزهور البيضاء في البدايه مع الحمضيات. بمجرد ما ترشه كده بعد استحمام دافئ وبعد تجفيف جسمك، هتشم الحمضيات وهتشم الزهور البيضاء او النيرولي زي ما هو معلن او مكتوب. والاحساس ده بيستمر معاك تقريبا حوالي دقيقه لدقيقتين. بعد كده بتبدا تشم ريحه اللافندر، واللافندر هنا موجود بشكل هادئ، مش بشكل مزعج، مش بشكل حاد زي اللافندر اللي احنا معتادين عليه. وبعد كده في الدراي داون او بعد جفاف العطر هتشم ريحه التوباكو. توباكو هادئ وغير حاد، ومش توباكو ترابي. دي ريحة التوباكو او ريحة التبغ المبلول اللي بيتلف في سجاير. التبغ المبلول اللي بيجي في اكياس وبيتحط في السجاير اللي هي السجاير اللف، بيبقى ليه ريحة كده مميزة. هو ده دي ان جي بور اوم. انا شخصيا بشوف ان هو عطر انت تستخدمه في المكتب. لو انت من نوعية الموظفين اللي بيقعدوا في المكاتب من 9 صباحا ل 5 مساء، ومحتاج عطر يحلي يومك. يعني لو انت محتاج حاجه كده تخلي ريحتك نظيفه وحلوه طول اليوم، تدخل تحضر ميتنج، تقابل عميل عندك، رايح بقى مشوار في مؤتمر او رايح معرض من المعارض، فانت تستخدم دي ان جي بور اون. هو مش صعب ومش معقد، بالعكس هو عطر جينيريك جدا، يخلي ريحتك حلوه ويخلي ريحتك لطيفه. الزجاجه اللي معايا دي باتش قديم، انتاج قديم، فانا شخصيا بستمتع جدا بادائها. الاداء بالمناسبه هو ما بين المتوسط الى فوق المتوسط كفوحان. اول ما ترشه هتلاحظ ان فوحانه كويس وملحوظ لمده نص ساعه لساعه، وبعد كده بيقل طبعا بالتدريج. بالنسبه للثبات هيقعد معاك تقريبا حوالي من 8 ساعات ل 12 ساعه على الملابس. قعد قبل كده معايا اكتر من يوم على اللبس. انا بشوف ان هو شبه مجموعه كبيره من العطور الكلاسيكيه نوعا ما، زي فيرزاتشي ذا دريمر. هو جايب من اللاين ده، وكنت شفت اكتر من حاجه على موقع فراجرانتيكا، وانا شخصيا يعني مش شايف ان هو الوصف الافضل يعني او التشبيه الافضل. في اكتر من حد كان بيتكلم على ان البداية الخاصة بيه هي بداية من الحمضيات القوية والمزعجة. بصراحة ده شيء بالنسبة لي غريب يعني. وشفت فيه احد الاشخاص بيشبهه بان هو عطر لوم من اف سان لورو، وده مش حقيقي. واحد الافاضل بيشبهه بان هو عطر ناكسوس، وده مش حقيقي خالص. يعني
انا معرفش ايه علاقة DNG بور اوم بنكسوس، الاتنين مختلفين تماما عن بعض. ف يعني نصيحة، انت جربه وقيم الرائحة من خلال تجربتك، لان الاراء المذكورة هي اراء بعيدة نوعا ما. ممكن تحس فيه توباكو، بس التوباكو اللي موجود فيه هنا بعيد تماما عن التوباكو اللي موجود في نكسوس. انا اتمنى لك تجربة جميلة وتجربة سعيدة. بشكركم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب.